بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يسعد إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم السيرة النبوية للشيخ فواز بن محمد الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، أيها المباركون، طلائع التوديع للرسول صلى الله عليه وسلم لما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف، أخذت طلائع التوديع للحياة، والحياة تتطلع في مشاعره صلى الله عليه وسلم وتتضح بعبارات وأفعاله. إنه اعتكف في رمضان من السنة 20 يوما، بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام فحسب، وتدارسه جبريل القرآن مرتين، وقال في حجة الوداع: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا بهذا الموقف أبدا. وقال وهو عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عام هذا أبدا. وأنزلت عليه سورة النصر في أواصر أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، وأنه نعيت إليه نفسه، وأنه اشتاق إليه ربه. وفي أوائل صفر سنة 11 خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرضكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. إني لا أخاف أن تشركوا بعدي أبدا، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي الدنيا. وخرج ليلة في منتصفها إلى البقيع فاستغفر لهم وقال: السلام عليكم أهل البقيع، هانئا لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن فقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. وبشرهم قائلا: إنا بكم لاحقون. وفي اليوم 8 أو 29 من شهر صفر 11، وكان يوم الاثنين، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه، واتقدت الحرارة في رأسه حتى أنهم كانوا يجدون السورة فوق العصابة التي يعصب بها رأسه صلى الله عليه وسلم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 يوما، وجميع أيام مرضه 13 يوما أو 14 يوما. وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ ففهمنا مراده، فأذن له أن يكون حيث شاء، فانتقل إلى عائشة يمشي بين الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم عاصب رأسه تخط قدماه حتى دخل بيتها، فقضى عندها آخر أسبوع في حياته. وكانت عائشة تقرأ بالمعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسح بيده كي تنال بركته. ويوم الأربعاء قبل 5 أيام من وفاته اتقدت حرارة العلة في بدنه، فاشتد به الوجع وغمي، فقال: هريق علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم، فاقعدوه
في مخصب وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم حسبكم. وعند ذلك أحس بخفة صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد وهو معصوب الرأس بعصابة دسمة حتى جلس على المنبر وخطب الناس والناس مجتمعون حوله فقال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وعرض نفسه للقصاص قائلا: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. ثم نزل فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر وعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها، فلم يقم إلا رجلا كان له 3 دنانير عند النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيه يا فضل. ثم أوصى قائلا: أيها المباركون، اسمعوا وصايا نبيكم عند آخر وفاته، يوصي بأمور يجب علينا أن نحفظها كلنا. أوصى بالأنصار قائلا: أوصيكم بالأنصار فإنهم كالشيوعيبة وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي رواية أنه قال: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ثم قال: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبينما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد الخدري: فبكى أبو بكر الصديق قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فعجبنا له، فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيء، يخبر النبي عن عبدا خيره الله بين يؤتيه زهرة من الدنيا وبين ما عنده ويقول فديناك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومدته لا يبقين بابا في الإسلام ولا في المسجد إلا سد إلا باب أبا بكر. وأوصى نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الأخيرة من وداعه، أوصى ذلك اليوم، أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم. ثم اعتصموا أيها المؤمنون بهذه الوصايا التي هي فخر لنا، الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة وتنفيذ جيش أسامة والصلاة وما ملكت أيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع صلواته، حتى ذلك اليوم يوم الخميس قبل الوفاة ب4 أيام، وقد صلى الناس ذلك اليوم صلاة المغرب فقرأ فيها بالمرسلات عرفا، وعند العشاء زادت على المرض بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد. قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المقصب، ففعلنا فاغتسل فذهب لينوي فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ ووقع ثانيا وثالثا ما وقع في المرة الأولى من الاغتسال والإغماء حينما أرادوا أن ينوي، فأرسل إلى أبو بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر تلك الأيام 17 صلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة العشاء من يوم الخميس، وصلاة الفجر من يوم الاثنين، و15 صلاة فيما بينهما. وراجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 مرات ليصرف الإمام عن أبي بكر حتى لا يتشاءم به الناس، فأبى وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ويوم السبت أو الأحد قبل وفاته بيوم أو يومين وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج بين رجلين في صلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه بأن لا يتأخر، قال: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى يسار أبو بكر، فكان أبو بكر يقضي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير. وقبل يوم من وفاته يوم الأحد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه، وتصدق ب6 أو 7 دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته.
وكان عرقه يصبب غزيرا. تقول عائشة: والله لأنه أحلى من المسك، ونجمعه في قوارير للناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم درعه مرهون عند يهودي ب3 صاع من الشعير. روى أنس بن مالك أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بالناس لم يفاجأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستار عن حجرته، كشف الستار عن حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوفهم صلاة الفجر يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى سترته، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. كيف لو النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلينا اليوم ونحن في صلاة الفجر ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت عائشة: فسألناها عن ذلك أي فيما بعد، فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في مرضي هذا فبكيت، وسارني الأخرى أني أول أهله لحاق به فضحكت. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين، ورأت فاطمة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت: وكرب أبا، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن بالله، وطفق الوجع يشتد ويزيد، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر، وقد طرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: وكان هذا آخر ما تكلم به وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد لا يبقيان دينان بأرض العرب. وأوصى الناس قائلا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وبدأ الاحتضار وأسندته عائشة إليها، وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى بين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه. عند موته دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخول عائشة وبيده سواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه أي إلى السواك، فعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أخذه لك؟ فأشار برأسي أن نعم، فأخذته فلينته له، فاستنى به كأحسن ما كان مستنا، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، حتى رفع يده إصبعه وشخص بصره نحو السقف، وتحركت شفتاه، فصغت إليه عائشة تقول وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وقع هذا الموقف حينما اشتد الضحى من يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11، وقد تم له صلى الله عليه وسلم 63 سنة وزاد 4 أيام، وتسرب النبأ الفادح وظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها. قال أنس بن مالك: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات قالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ووقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن رجالا من المنافقون يزعمون أن رسول الله قد مات، لقد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إنه لم يموت. وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشي بثوب حبرة فكشف على وجهه فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي. ما أجملك يا رسول الله حيا وميتا، لن يكتب الله لك موتتان، إن الموت التي كتبها الله لك قد ذقتها. فخرج أبو بكر وعمر يكلم الناس، فقال: أجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فتشهد أبو بكر وأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال أبو بكر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال أنس، قال ابن العباس: والله لكأن الناس لم يعلموا بهذه الآيات حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال ابن المسيب: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبو بكر تلاها حتى رجلاي لا تستطيع أن تحملني علمت أنه قد مات. ووقع الخلاف في أمر الخلافة بين الأنصار والمهاجرين، فأرسيت ذلك اليوم على أبي بكر حتى كان آخر الليل ليلة الثلاثاء مع الصبح، وبقي جسده صلى الله عليه وسلم المبارك على فراشه مغشي بثوب حبرة قد أغلق دونه الباب أهله. ويوم الثلاثاء غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه، وكان القائمون بالغسل العباس وعليا والفضل وقثم ابن العباس وشقران مولى رسول الله وأسامة بن زيد وأوس بن خولة، فكان العباس وقثم يقلبونه، وأسامة وشقران يصبان الماء، وعلي يغسله، وأوس أسنده إلى صدره. وقد غسل 3 غسلات بماء وسدر، وغسل من بئر يقال لها الغرس لسعد بن حيثمة بقباء، وكان النبي في حياته يشرب منها. ثم كفنوه في 3 أقفال يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرجوه فيها أدراجا، واختلفوا في موضع دفنه. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي قبض إلا دفن حيث يقبض. فرفع أبو طلحة فراش الرسول صلى الله عليه وسلم
الذي توفي عليه، فحفر تحته وجعل القبر لحدا، ودخل الناس الحجرة إرسالا 10 يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم أفدادا ولا يؤمهم أحد، وصلى عليه أولا أهل عشيرته، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، ثم الصبيان، ثم النساء، ومضى في ذلك اليوم يوم الثلاثاء كاملا حتى دخل ليلة الأربعاء. قالت عائشة: ما علمنا أنه دفن حتى سمعنا أصوات المساحي من جرف الليل، أو قالت من آخر الليل. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. اجتمع أكبر مؤرخين هذا الزمان في العالم الإنجليزي والألماني والعالم الإيطالي، أجمعوا على كلمة واحدة يقولون فيها: لا يمكن لرجل أن يقود العالم الآن على مختلف مشكلاته إلا رجل واحدا انبعث في العرب سابقا، اسمه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا معه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحب نبينا. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا معه يا ذا الجلال والإكرام. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال الصحابة: والله ما فرحنا بحديث مثل هذا الحديث، المرء مع من أحب. اللهم إنا نحب نبينا، اللهم فاحشرنا معه. اللهم إنا نسألك أن توفقنا على سنته وهديه، اللهم وفقنا على سنته وهديه حتى أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، نسألك اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمى بعدها أبدا، برحمتك يا حي يا قيوم، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك، إنا عبادك بنو إماك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك على سنته وكتابك المبارك العظيم يا حي يا قيوم. اللهم نسألك أن لا نفتن عند آخر حياتنا، اللهم ثبتنا واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم بشرنا عند الممات بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم يا حي يا قيوم نسألك يا ذا الجلال والإكرام لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا رددته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، اللهم إنا لا نريد إلا رضاك، اللهم فارض عنا. اللهم إنا لا نريد إلا رضاك، اللهم فارض عنا. اللهم إنا لا نريد إلا رضاك، اللهم فارض عنا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، واغفر لمن مات من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في هذه البلاد خاصة وبلاد المؤمنين عامة. اللهم يا حي يا قيوم بارك في صحة ولي أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل في عمره، اللهم أطل في عمره وأدم في خيره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد حكامنا وعلماءنا وديننا وسنتنا بسوء اللهم فاشغله في نفسه واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بطيبات رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمح الآية من دار حرمة، بها منبر الهادي الذي كان يصعد. بطيبات رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمح الآية من دار حرمة، بها منبر الهادي الذي كان يصعد. وواضيح آيات وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد. معاليم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد. عرفت بها رسم الرسول وعهده، وقبرا به واره في الترب ملحد. ظلمت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون، ومثلها من الجفن تسعد. تذكر آلاء الرسول وما أرى لها محصي النفس، فنفسي تبلد. مفجاعة قد شفها فاقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد. وما بالغت من كل أمر عشيره، ولكن نفسي بعض ما فيه تحمد. أطالت وقوفا تذرف العين جهدها، على طال للقبر الذي فيه يحمد. فبوركت يا قبر الرسول، وبوركت بلاد سوى فيها الرشيد المسدد. وبورك لحد منك ضمين طيبا، عليه بناء من صفيح منضد. تهيل عليه الترب أيدي وأعين عليه، وقد غارت بذلك أسعد. لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشيا تعلوه الثرى لا يوسد. وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد واهنت منهم ظهور وأعضد. يبكون من تبكي السماوات يومه، ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد. وهل عادلت يوم الرزيات هالك، رزيات يوم مات فيه محمد. تقطع فيه منزل الوحي عنه، وقد كان ذا نور ينور وينجد. يدل على الرحمن من يقتدي به، وينقذ من هول الخزايا ويرشد. إمام لهم يهديهم الحق جاهدا، معلم صدق يطيعوه يسعد. عفو عن الذلة يقبل عذرهم، وإن يحسنوا فالله بالخير يجود. وإن ناب أمر لم يقوموا بحمده، فمن عنده تيسير ما يتشدد. فبينهم في نعمة الله، بينهم دليل به نهج الطريقات يقصد. عزيز عليه أن يحيدوا عن الهدى، حريص على أن يستقيموا ويهتدوا. عطوف عليهم ليثني جناحه، إذا كان فليحن عليهم وينهد. فبيناهم في ذلك النور إذ غدا، إلى نورهم سهم من الموت مقصد. فأصبح محمودا إلى الله راجعا، يبكيه جفن المرسلات ويحمد.
وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبات ما كانت من الوحي تعهد غفارا سوى معمرة اللحد ضافها فقيد يبكيه بلاق وغرقد ومسجده فالمحشات لفقده خلاء له فيه مقام ومقعد وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعاك يجمد وما لك لا تبكي لدى النعمة التي على الناس منها سبغ يتغمد فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد وما فاقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامات يفقد أعفى وأوفى ذمة بعد ذمة وأقراب منه نائلا لا ينكد وأبدال منه للطريق وتالد إذا ظن معطاء بما كان يسند وأكرام حيا في البيوت إذا انتمى وأكرام جدا الضحيا يسود وأمناع ذروات وأثبات في العلا دعائم عز شهقات تشيد وأثبات فرعا في الفروع ومنبتا وعودا غداة المزن فالعود أغيد رباه وليدا فاستتما تمامه على آكرم الخيرة رب ممجد تناهت وصاة المسلمين بكفه فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند أقول ولا ينفى لقولي عائب من الناس إلا عجب العقل مبعد وليس هوائي نزعا عن ثنائه لعلي به في جنة الخلد أخلد مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد وليس هوائي نزعا عن ثنائه لعلي به في جنة الخلد يخلد مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد